أبدع أكثر فأكثر بالغناء بالطرب وأيضا بالكليبات وبأحدث الأغاني من الكلمات والألحان. مثل ما شاهدتوا أعزائنا المشاهدين، الأغنية السابقة كانت للفنان اللبناني المتألق جو رعد، وكان للغناء مثل ما ذكرنا حصة كبيرة ضمن حياته ومسيرته الفنية. خلونا نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم ومعنا بالاستوديو في بغداد جو رعد. أهلا ومرحبا بك جو. أول شيء بدي أقول لكم صباح الخير، وبدي أقول لكل مشاهدين المدى، أنتوا المدى، أنتوا الأمل، أنتوا الحب، حاطين زهرتين بقلب الاستديو. ملان بلبنان بتعرفي قد ايه بيحبوك الناس، حيدر قد ايه بيلاقوك الناس طيب، فانا حاسس قاعد مع اصحابي. انت اكيد ببلدك الثاني واكيد مالي مكانك، وكثير من الناس والمتابعين لك يحبوك هنا ببغداد، ويمكن انت شفت هذا الموضوع على ارض الواقع. يعني ما قدرنا نمشي بمول المنصوريه ابدا. صحيح، هذا كان موجود. الحمد لله. انت شخصيه مرحه، شخصيه ايضا مبدعه بمجال التصفيف الشعر والكوافير وغيرها، وايضا وخصوصا مرتبط اسمك مع نجوم العرب من المطربين والمطربات، الممثلين والممثلات. اليوم انت منورنا بقناه المدى الفضائيه، وبالتاكيد حتى كان هناك ترحيب وقبول عالي جدا من الدكتوره غاده مدير عام القناه، وايضا لبناني مش هيك؟ صحيح. بدي اوجه لها تحيه لمدام غاده ولكل الاكيب. صراحه المحطه لقيت فيها كثير من الاحترام من فوتتنا الاستقبال، فكل الاكيب المصورين اللي بالاستديو، فبدي اقول لكم يسعد صباحكم وانا كثير مبسوط معكم. جو، بدايه لماذا اتجهت الى الغناء؟ الغناء هذا العالم الكبير جدا، هذا العالم الطربي وهذا العالم الممتع حقا، وايضا الجميل والشائك بنفس الوقت. ممكن تحدثنا عن هذا العالم؟ اول شيء بدي اقول الحلم والطموح ما لازم يوقف، كل انسان بيحلم، وانا هيدي بعطي رساله صغيره لكل شاب ولكل صبيه، ايا حدا عنده شيء بداخله وبحس لازم يقدمه، ما في شيء لازم يوقفه. أنا اليوم لما قدمت على الغناء آمن فيي أمير الأغنية العربية البرنس ماجد المهندس. تحية. لو ما عندي طبعا تحية له، هيدا الإنسان يلي غمرني، ماجد المهندس غمرني مش بس بأخلاقه وبصوته وبكرمه، لا بإنسانيته. قد ايه هالقد يعني أنا كثير عن جد بدي هنيكم على شخصين، على الفنان كاظم الساهر يلي تربطني كمان مع الصداقة، الفنان العظيم يلي بتصور هو بالتاريخ، حيكون بالتاريخ، وكمان ماجد المهندس يعني هو فنان عالمي. وايضا عالمي. برافو. هو فنان وهو ايضا هو كشاب ولا اروع وسيم جدا. شفتي ما شاء الله عليه. مجدد بضل مجدد حياته. غير الجمال وغير الفن العالي، ايضا جمال روحه واخلاقه. نلاحظ للاسف كثير من الفنانين مهما كان مجال الفن اللي يبدعون به من يشتهرون ويبدعون بهذا المجال للاسف يصيبهم ربما تكبر وغرور، يقومون ما يتعاملون الروحيه ماجد والطيبه بعيد عن بقيه زملائهم. اخلاق، تواضع. اول اغنيه اللي سمعتوها نظره منك والسلام ارحمني يا ابن الناس. حتى وقت حطيت تيك الصوت كان موجود بالاستديو، قال لي انت خيي، انت بدي اياك، حتى عنده بالاستديو بمصر كل هالاشياء، وكانت منه هديه، وانا بالنسبه لي هيدي هديه غنيه كثير. اما موضوع الغناء بعزف بيانو، بعزف عود، طبعا عمل فوكاليز، يعني اشتغلت على صوتي، برقص كل يوم ساعتين. وبعدين انا اليوم لما قدمت حالي للساحه الفنيه ما قدمت حالي فوتوكوبي عن اكس او عن حدا، قدمت حالي مثل ما انا بعمل شو كثير كبير، غنيت باهم مهرجانات بلبنان وبالعالم، وما صار لي 4 ايام كنت انا والفنانه انغام ورامي عياش، كنت بمصر بعيد الحب، وبوعدكم بحفل ان شاء الله قريبا بالعراق ان شاء الله. طبعا هذا حصري لبرنامج صباح غير طبعا. وجاي كمان يعني بهيدا الوقت عم بسمع اغاني، بسمع الحان. عندي اغنيه عمل لي اياها الملحن صديق وحبيب قلبي بسام، عمل لي اغنيه اسمها جراح، فان شاء الله كمان هلا حنوزع مع الموزع حسام بدبي. حسام كامل، نعم طبعا صديق كثير بحبه. تحياتنا له بالتاكيد. اكيد. وعم نحضر لاغاني اكثر عراقيه، وقريبا حينزل ان شاء الله. بسام هو احد الزملاء لنا، كان في احد المحطات العراقيه، وايضا هو صديق عزيز، هو فنان ايضا. طبعا نزل اغنيه صوته جميل صوته جميل واخلاقه وتهذيبه. لكن ان شاء الله هذا التعاون يكون بشيء جميل. انت ايضا احنا مقبلين
على اعياد نوروز. نعم. انت موجود ببغداد، وان شاء الله سيكون جو رعد موجود ايضا وحاضرا بالحفلات العراقيه، وهو اقرب الى الشعر العراقي والمستمع الذواق جدا بالشعر والغناء وطرب المجتمع العراقي. خلينا نسمع وبعدها راجعين نكمل. بسرعه بسرعه راجعين. نار عم تحرق ايدي، شوق اللي بتشوفه بعيني، حتى لمسات الحنية هون بشوف في حب مخبى بحياتي أكبر من صوتي وكلماتي، يا أغلى علي من ذاتي مثلك ما في. رعد اكيد كان متالقا وواضح جدا من استقبال وايضا قبول العالم وهذا نعم. الجمهور الكبير جدا الموجود بالحفلات. كانت لقطات الحفلات الواقعيه بالضبط. نحن تقصدنا مثل ما حضرتك قلتي انه نفرجي الناس قد ايه التفاعل مع الجو رعد، قد ايه بيرقصوا معي، صح. قد ايه بنغني، قد ايه بنرقص. انا حالة فرح. الدماء جديدة، ماذا قصدت بالدماء جديدة؟ بدأ الساحة الفنية دماء جديدة، حبيت هذه الكلمة بصراحة وهذه الجملة. لا اقول لك ليه، لانه الساحة كلها نجوم ونجوم كبار والناس بتحبهم، لكن كمان بنفس الوقت الساحة بحاجة لدم جديد، بحاجة لروح جديدة. يعني انا لما غنيت بعرس بنت أصالة شام، نعم كان في انستغرام بتابعك اول باول. ما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا جو رعد أبداً، لحتى تعرفوا أكيد. كل اخبار جديده. فكانت في احلام وانغام وسميرة السعيد ورامي عياش واصاله كثير كثير نعم. ونجوم كلهم كبار، كلهم غنوا، انا غنيت. فيك تحطي جو رعد بعرس شام وشوفي قد ايه الناس تفاعلت معي، قد ايه الناس رقصت معي. كانت الوصلة مالتك من بعد ايضا كان احلام غنت صح؟ احلام ومن بعدها جو رعد، وكان التفاعل ايضا حتى من احلام. انت طبعاً. تعرف الفنانة الكبيرة احلام طبعاً. انه لها جمهور كبير جدا وواسع، طبعاً. وايضا هي مدرسة وتحكم طبعاً. على انه هذا الفنان هو صح بالمكان صح او لا. مزبوط. ماذا قالت لك احلام في وقتها؟ احلام صراحه هي انصدمت، حتى اصاله انصدموا انه هالقد بغني حلو، قد ايه بغني لايف. ما هو دائما لما تسمعي حدا على السي دي غير لما تسمعوا لايف. لايف هو بيعطيكي يعني مثل الامتحان. صح. فحتى صرحت ثاني يوم اصاله لمجله نادين نعم. وقالت انه جو رعد بيغني احسن من كثير نجوم موجودين على الساحه، وهو حاله فرح. وفعلا هيدا انا لما اروح على فكره بكره حاعزمكم، لما اروح بدك ترقصوا، ما في اللي بده يجي يحضر الجو رعد لازم يرقص. هناك طاقه ايجابيه، هناك ايجابيه، هناك بوش، هناك طاقه. حب الحياه، بحب انه من وين تجي هذه جو؟ من اجتي؟ لانه انت الله خلقك هيك ولا انه انت تريد؟ لا انا هيك، انا طبيعتي هيك. نعم. بحب الضحك، بحب الابتسامه، بنسى كل شيء. اليوم فيكي بكيكي باي لحظه، يعني الحياه كلها حياه ونبضع العالم. ممثل انا يوم من الايام جو كل شيء على فكره اخذت الاسلوب بدون ما تحسي. جو عندي ويا كل ما تكلمت عنه جو ويا كل ما تكلمت عنه واراء الفنانتين الكبيرتين احلام نعم. واصاله نصر. طيب شنو اصدقائي هول احبابي؟ شنو مساله ميادة الحناوي؟ ميادة الحناوي طبعا فنانه كثير كبيره اكيد. من الزمن طبعا. الست ميادة هي من الزمن الفن الجميل. الله. طبعا لما نقول ميادة بنقول ام كلثوم، بليغ حمدي، عبد الحليم. يعني لا تكرر السيدة ميادة. صراحة غمرتني وتعاملت معي وكأني ابنة وخية، وعملتني كأني ما بعرف كيف عملتني، تعاملت معي بطريقة غريبة. وهي من أول الناس اللي شجعني. طبعا اول حدا سمعني بالحياه حتى ما انسى، بحب التاريخ يكون صادق. اول حدا سمعني سميرة السعيد. نعم. طبعا. ومن بعدها ماجد المهندس اللي قلت لك بالكليب تاعه كنت عم دندن وقال لي لازم تغني وهيك صارت القصه وغنيت. وموضوع الست ميادة كنت عندها ببيتها بالشام، طلعت زرتها وكنا عم نحكي، عم بعطيها فكره انه بدي استاذنها لو بغني شوي من اغانيها وبعمل لهم توزيع جديد. فما قالت لي لا ما بتغني اغاني، بدك تغني معي انا وياك نغني. واو. وعلى المسرح؟ على المسرح. وبحفل اي الحفلات غنيتوا سوا؟ لا نحن عم نحضر. بس انت يومتها مثل ما قلتي قبل شوي انه كيف قامت الصحافه وصار هجوم السوشيال ميديا صاروا يحكون. طيب انت قبل قليل اعطيتنا حصري لصباح الغير، الان ايضا اعطينا حصري وقول لنا يا اغاني تدربت على غنائها ديو
مع ميادة حناوي. رح اقول لك شغله، ست ميادة انا اغانيها ما في داعي اتدرب عليها لانه انا عاشقهم وحافظهم، كان يا مكان وحبينا وتحبينا وانا بعشقها. خلينا نسمع. بركي زعلت ميادة. نسمع. اوكي. فحخبركم القصه هيك باختصار. عملنا كنترول ساعه بصراحه انه خلي جو يغني، خلي جو ان شاء الله اكيد بعدها باول حلقه. شو خلصت الحلقه؟ لا لسه هلا بنغني. فمن هيك اتفقنا انه يكون في حفل للسيده ميادة، هو الحفل الكبير لها، وانا حاطلع تقريبا بنص الحفل من بعد ما تكون هي غنت اغانيها، اطلع بنص الحفل وغني اغانيها معها، لكن بروح جديده، حيكون في شو، حيكون في توزيع جديد، وهيدا كان المشروع. طبعا صار حمله شرسه صراحه ضدي وضدها. والله ما بعرف ليه. غيره؟ نجاح؟ منافسة؟ انا ما بدي اقول، انا حقول لك ما حقول غيره ولا شيء، بس يعني اصلا انا بالتلفزيون، يعني بعالم التلفزيون، انا بلبنان كل اسبوع لازم اكون على شاشه من الشاشات. احنا متابعيك عن طريق الفيسبوك والانستغرام. انت نشط جدا على الانستغرام وايضا على السناب شات، ودائما كل المتابعين يتابعوك من خلال هذا. عندك حلقات كثيره مع الاعلاميين المعروفين جدا في يعني لا في لبنان طبعا الشقيقه ايضا، وكل القنوات اللي موجوده هناك. دائما جريئه فعلا منال انه ميادة الحناوي دائما ضمن قالب خاص تغني. اكبر الفضائيات والبرامج ما قدروا يخلوها تكسر هذا القالب اللي هو بقالب الزمن. شو عملت لها؟ لاول مره يعني جو كيف قنعتها انه تغني اغانيها ضمن شو واستعراض؟ راح اقول لك شيء حلو، الانسان يشوف اغاني بروح جديده. ليه نحن بنشوف الاغاني العمالقه باصوات يعني شباب جديده وبتوزيعه بافكار جديده، بكونوا هن لا اعتزلوا او رحلوا. بعدها بصحتها، بعدها قويه، عملت حفل كتير كبير بمهرجان بعلبك، اهم حفل عملته. حلو انه الفنان اول شيء يدعم فنان صغير اللي هو انا، اوكي، وهيدا من اخلاقها، وهيدي ثقه طبعا، هي فنانه كل الفنانين يعني. صغار بالنسبه لميادة وكل الاسماء اللي ذكرتهم جو، يعني بيظل هذا التاريخ لازم يكتب طبعا. جو، علاقتك مع ماجد مهندس، وايضا لازم نسمع شيء من عندك. لازم تسمعوا؟ اوكي حغني لكم. ارحمني يا ابن الناس بلاش اذيه، حبك قتلني خلاص. غني معي منال. ارحمني يا ابن الناس بلاش اذيه، حبك قتلني المصورين خلاص. برافو، هلك عليا، قبلك تعبت كتير، تعبت فيها كده ببساطه كده دوقتني. الله عليك. على فكره تمكنك، معقول شو شبابكم طيبين ولذيذين والصبايا وكلكم. طبعا هذا الجمهور الفان بيمشي، شفتيهم هول الصغار ال 15 و17 سنه واصغر، والاطفال كمان. هذا انا سعادتي انه انا عم غني لهيدا الناس، لهيدا يعني اكيد لو ما شافوا شيء فيي انه انا عم اقدم لهم اياه ما كانوا حبوني. جو بدي اسالك سؤال. 10 بين و15 كمان، بس بخصوص هيدا الشيء اللي هون شو حلو. شفت قديش حلو. هذه من طبعا اكيد مصممة الديكور ندى، نوجه لها تحيه. ندى انت كثير مذوقه. والله تسلم من ذوقك بالنيابه عنها. جو بين اللوك والموضه وعالم الموضه والتسريحات وهذا الفن للتسريحات، وايضا بين عالم الغناء والفن، وايضا وصولا الى الحياه الشخصيه. كل انسان وين ما راح يوصل ويعتدي ويكون هو عالي المستوى، وايضا يتنصب مناصب كبيره جدا بالمجتمع، لكن يرجع لوهله الى حياته الشخصيه، لكينونته، لزواجه، لاهله، عائلته، وايضا والدته، ممكن اولاده وزوجته. تزوجت انت يمكن قبل، ارتبطت بارتباط قبل شهرين صحيح؟ وكان هذا الارتباط بصراحه اول متفاجئين اني اريد اتخيل جو انه ممكن شلون حفله الزفاف سويت جو. لا كان هو جدا بسيط بتألق. زواجك كان بسيط ايضا حتى كلوك. كانت العروسه كلش مميزه. شلون صار الاختيار؟ شلون فكرت انه انت ترتبط رغم هذه الانشغالات وهذه الحياه الملبوكه يعني؟ بصراحه ان شاء الله قريبا حامل الزواج وحاعلن مين هي العروسه ان شاء الله. ومرقت فتره عملنا شيء كان بمناسبه على الMBC، عملنا شيء لشهر نيسان مثل ما معودين نعمل اكشن كل العالم تعمل هي كذبه بايبه اذا سمحتوا. احنا ما بنكذب ابدا. بس جو احنا شفنا هي كذبه نيسان
صور ببدلة الزفاف ومع إيه، العروسة، يعني هيدي- احنا ما نريد نقول من العروسة. لا هيدي كانت لا صديقتي هي ميرنا شلفون الممثلة نعم، السورية بالفعل. تحية اللذيذة، لها. هي بحبها كثير وصديقتي. نحن بس عملناها الاختيار كان يومتها مضبوط يعني 100% بصراحة. عملناها يومتها لأول نيسان، نعم. وانطلقت من الايتيب العربي، وكانت اكشن، ولنشوف اذا هي طبعا بتعرف تمثل، هي ممثله شاطره، فحبيت اختبر موهبتي بعالم التمثيل. ايوه وشفت. وكانت هي هيك، لكن ان شاء الله قريبا حالا مين هي حبيبة قلبه لجو. بس والله الأشغال يعني مثل ما أنت هو قلتي هذا اللي السفر، قصدته بصراحة. لكن الإنسان لا غنى عن العائلة، لا غنى عن الأطفال. الطفل قد ايه شفت ابنك امبارح قد ايه جميل، بين يا الله ما أحلى حلي هالمنظر، ايامك يا رب. وحلو ان شاء الله. عندي جولة جوز حظنا. حيدر ايوه عنده ولد ما شاء الله، اكيد جميل مثله. جو لاحظناك من خلال كليباتك وايضا اللوك تبعك انه انت تحب الالوان الجريئة، شنو السبب؟ كلهم يعني انتقدوني بالبدايه، قالوا مطرب المشجر، يعني اللي فيه كثير شجر، نعم. مطرب المورد، مطرب الغير طبيعي الجريء، جرأته زياده عن اللزوم، كلهم قالوها. لكن من بعد ما نزل كليبي كلهم لبسوا مورد، رجال ونسوان وفنانين وعادة. هو احنا يعني انا ايقونه بالموضه، انا الناس تستوحي من الموضه. انا ماجد الرومي اشتغلت معه بوقت يعني بعالم الشعر، ماجد الرومي مثل ما قلتوا، اصاله، احلام، كل النجوم كلهم لما انا بفوت كلهم بيسالوني مين لبسك؟ مين عمل لك كتيبك؟ كل انت اختيار. انا لانه بحب الموضه كانسان قبل ما اني اغني، لكن لما قدمت حالي لعالم الفن حبيت اقدم حدا جديد على الساحه، مش بس بصوته وبادائه. اليوم النجم مش انه تكون صوت حلو، ياما اصوات فيه حلوه، في اصوات كثير حلوه، وينها؟ نعم. هو الفكره كلها على بعضها. اليوم انت بدك تقدم حالك، بده يكون عندك صوت حلو الاساس، حضور. لكن بده يكون معك كاريزما، بدها الناس حضور تنبسط. وكاريزما. شو بدها تشوف؟ بالفعل. انا بعرف مطرب كثير صوتها حلو من فتره، يعني غنت، اصحابي قالوا لي انه حسينا حاطين نحن سيدي بالسياره وعم نحضرها. بدك يكون في عندك تخلق حالتك رومانسية، حسسني فيها، عندك حالة فرح، حسسني فيها. فهول الأزياء اللي أنت شفتهم، هول الأزياء كانوا بيخدموا العمل. اليوم صورنا بالبهامس بأمريكا، هيدي الجزيرة كلها ألوان، وهذه الجزيرة كانت اختيار ماجد المهندسة صح؟ صراحة لا اقتراح يعني هو اقتراح، بس أنا ثاقبت كنت مع حدا ولقينا اللوكيشن عن جد، وبعدين نعم. صعب تصور فيها. حتى أيوة أصالة قالت يا ملعون، وليا ملعون صار لي 20 سنة بغني وأنا ما عرفت صور هلا، كيف صورتوني كان؟ طبعا جو رعد مع الأسف الوقت داهمنا. هي بدي غني. يلا خلينا نسمع هذه الأغنية حتى يكون هو الختام. ختامها مسك مع جو رعد، وإن شاء الله ما راح يكون اكو ختام، راح تكون أنت دائما ضيفنا. وأنا كمان بدي قبل ما أنهي الحلقة بوعدكم لحظة أعمل مثل المذيعين. أوكي. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، قريبا حتشوفوا برنامج لإلي من خلال المدى، حأستضيف معكم النجم المذيعة منال والنجم المذيع حيدر. ترقبوني وقريبا أنا وياكم على الهواء لايف من بغداد. يعني مذيع حركاته ما مريحتني، بس لا يريد ينافسنا ويشتغل مقدم برامج. لا ما بعرف احكي عراقي، من عندنا الجو. تعلمت كلمتين هلا عراقيين، ضياء على الطريق بيعلمني اياهم. شكرا جزيلا لك جو. شكرا شكرا ويانا. عيب على اللي بيعمل عيب،